المزرعه راح نزرعوا شويه قمح، والمره نجيب لكم جديد ماشي غير طوموبيل صوت تراكتور. يا الخطره الجايه نجيب لكم طياره ان شاء الله. باش تعرفوا ثاني حاجه نقولها لكم، انه انا تربيت كي كنت صغير هنايا، كنت نقرا في الابتدائيه، تكون هنايا كانت البلاصه كانت منطقه سوا هنا. ومن بعد ما خلاص لحقت سنه ثانيه هكذا قلعت. اليوم بدأت يومي من الصباح، حضرت نفسي وانطلقت مع صديقي إلى المزرعة. ركبنا التراكتور وفي الطريق قال لي هيا جرب القيادة. كانت التجربة رائعة، شعرت بالحماس وأنا أقود التراكتور لأول مرة. خلال اليوم انتظرنا أخي والجماعة الذين يزرعون القمح، ومعا نقلنا البذور إلى التراكتورات وبدأنا الزراعة حتى غروب الشمس. كانت تجربة مليئة بالتحديات والتعلم. أحببت أن أشارككم هذه الرحلة وأن أحكي لكم عن تجربتي كيف كانت أيامي السابقة في القرية قبل أن أنتقل إلى العاصمة. هذه اللحظات تذكرني بأيام الطفولة وبكيفية تطويري مع الزمن. في النهاية هذه تجربة ليست فقط عن الزراعة، بل هي قصة حياة ورحلة مليئة بالمشاعر والذكريات. أتمنى أن تستمتعوا معي بهذه الرحلة.